فيه لمس طهي والنون تبقى ايه؟ تبقى فلسطين بحروفها وخليكوا حافظين مهما تعدي سنين وسنين أرضي وطول عمرها عربية واحتلتها عصابة حرامية واحنا اصحابها دي أرضنا احنا السكان الأصليين. كفاية كده بقى، عايزة ألحق. حضرتك طب تحبي تشوفي ايه في المسرح السنة الجاية في الدورة؟ لا احب اشوف كل الافكار الجديده اللي صديقي المبدع النجم الكبير محمد رياض رئيس مهرجان بيقدمها، وانا عارفه ان لسه في عنده افكار كتير قوي قوي قوي. طب تقولي ايه للفنانة سميحة ايوب سيدة المسرح؟ اقول لها المهرجان القومي للمسرح المصري يفتخر بوجود حضرتك صاحبه هذه الدوره 17. كلنا نفتخر بان الدوره 17 تحمل اسم النجمه الكبيره سيده المسرح العربي الاستاذه سميحه ايوب، استاذتنا اللي ياما اتعلمنا منها. طيب في اعمال لحضرتك في المسرح؟ ما كفايه كده بقى، انا اتمنى يبقى قولي لي اخر حاجه. ان شاء الله ربنا يسهل لما يكون في روايه حلوه هعملها. سيبوني امشي بقى. ربنا ممكن صورة بس؟ ممكن صورة بس مع حضرتك صورة. في موهبه هنا جامده، موهبه هنا جامده. عايز اقول لك حاجه، هو بيرتجل على اي حاجه في الدنيا. هرجع لك حلوه على الشفاه. احلى حاجه في الدنيا النهارده شفت هند عاكف اللي جابت لنا في كل مهرجان جنان، وعملت لنا كمان قلبان بأمارة هند والفستان. لا انا اسفه والله مش هينفع. لازم امشي. انت قناه ايه؟ حرام عليكم والله، لازم ادخل مهرجان. انا على فكره انا عماله ادوس على الفستان. يلا بسرعه يلا بينا حالا. العربيات ما يبدأ. معلش ممكن صورة بس؟ انا هقع. خلي بالكم. بصوا الفستان عامل ايه؟ ثواني لو سمحت. ثواني. حد يا جماعة البنات يساعدني. المهرجان هيخلص والله العظيم يا جماعه. انا مش جايه اصور بس عشان خاطر الناس. يلا ربنا يسعدك بسرعه بايديك. ممكن تبص هنا على المايك لو سمحت هند عاكف. لكن انا جمهوري على راسي كله، اللي بيحبني واللي برضه بيحبني. طب شفتي الهجوم اللي اتقام على الفنان محمد صبحي؟ استاذ محمد صبحي، الاستاذ محمد صبحي انا احترمك يا استاذ محمد صبحي، وحضرتك استاذنا الكبير وياما اتعلمنا منك. بس طيب اغنيه فلسطين عايزين نسمع منها كوبليه؟ قولي لنا ليه اخترتي اغنيه فلسطين؟ عشان الاحداث دي بما ان انت بتجري ورا الترندات، ولا انت عشان هند حسيتي شايفاها كده؟ طلع ترند؟ هي الناس بتقول كده. على فكره الناس بتقول بقى اغنيه فلسطين عصابه حراميه فلسطين عربيه ما تطلعش ترند والفستان يطلع ترند، لدرجه ان في حد قال لي لو كنت صورت الفستان الاغنيه بالفستان ده كان طالع ضرب نار. قلت له لا طبعا لا يجوز، لان انا بتكلم على حاجه وطنيه. صورت بالفستان علم مصر وعلم فلسطين الاثنين مع بعض. عايزه اقول لك ان بس انا يا جماعه بس لو سمحتوا بس عشان انا الدنيا باظت خالص. صح؟ انتوا واخدين عليا الكادر. والنبي اعملوا مونتاج للحتت دي. انا عارفه انكم مش هتعملوا مونتاج. لا تنزلوه. انا عارفه والله، انا عرفتكم خلاص. اغنيه فلسطين بصراحه يعني الاستاذ المؤلف الشاعر احمد شوقي اتكلمت معاه. طبعا الاستاذ تيمور الملحن وتيتو الموزع ووسيم ومكساج، وعندي كمان دكتور اشرف. طب ممكن نبعد المايك شويه؟ مخرج العمل، واطفال حضانه شاتو هم ابطال العمل الاطفال الصغيرين. فبشكرهم وبشكر اهاليهم لان هم قعدوا يتابعوا معايا جدا. بشكر عبير ابراهيم انها سابت لي الحضانه اكتر من 12 ساعه نصور وما اتاخرتش عن اي حاجه. كل مشهد في الاغنيه كان مشاهد حيه، ما خدناش ما استعرناش اي مشاهد من مثلا سواء كان مثلا مشهد على السوشيال ميديا او مشاهد مثلا حيه من الحرب. لا ما حبيناش نعمل ده لان هي رساله للطفل، واول مره حد يعمل اغنيه لفلسطين للاطفال، وفي نفس الوقت يعني احنا بنخاطب الطفل الفلسطيني وبنوجه رساله للعدو. الاغنيه دي انا لما عملت درس علم مصر وفلسطين كنت انا متكلمه انا والاستاذ احمد شوقي ان احنا عايزين نعمل حاجه. فاول ما شاف ده شكرني على العلم وقال لي احنا عايزين نعمل كذا كذا وسمعها لي. قلت له يلا نشتغل، والحمد لله عملناها وقعدنا اشتغلنا عليها حوالي 6 شهور. ما خفتيش عشان انت مش مغنيه فازاي تظهري؟ انا بعمل اساسا حضرتك مش مغنيه ايه، انا معتمده اذاعه وتلفزيون يا فندم. استاذ موجي الكبير هو اللي معتمدني، استاذ محمد سلطان في الاذاعه والتلفزيون، لان انا ليا اغاني معموله في مسلسلات